البطل صايع فلتان يقع في الغرام من النظرة الأولى، يتفتن بجمالها وشقاوتها فينسى إنه زعيم عصابة وكاريزما، ويطلع العشق المدفون جواه من سنين، يجبرها تتجوزه وتبقى ملكه بالعافية وهي مغلوبة على أمرها مع الفلتان. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله، ويلا نبدأ أحداث درامتنا الجديدة مع بعض. علشان كده المسلسل بيبدأ بالصايع الفلتان يجي ينغ اللي بيعين يويو إذا كانت تسوى ال80 مليون زي ما أبوها طالب فيها، ويبان إن هو خدرها وقدمها للرئيسي علشان يهدده ويسد ديونه، لأنه عارف إن دماغها ناشفة وعمرها ما هتساعده بمزاجها، وفعلا تحذريه وهي مش واعية أصلا، وتقوله إن أبوها عامل لهم كمين وزمانه جاي وهيدبسوا في فضيحة كبيرة. لكن الصايع مش شايف غيرها دلوقتي، بيبقى مش في وعي أكتر منها، غرقان في جمالها، ويقرب منها وهو مش سائل في حاجة تانية، لحد ما يوصل أبوها بره وهوب يضربوا رجالته وياخدوه. والصايع مقضيها على الآخر، ويروح علشان يشكر أبوها على الهدية القمرة دي. بس للأسف مش هتعرف تفضحني، لأني معايا أدلة توديك انت ورا الشمس. الفلاشة دي عليها فيديو وانت بتخدرها بايديك وبتدخلها اوضتي، بس عارف مش صعبان عليا غيرها، حظها زفت مع اب زيك. فيقوله ولا انت كنت عارف كل حاجة من البداية؟ يعني انت كنت عارف ان هو فخ، ايه اللي خلاك وقعت فيه؟ فيضحك باستهزاء، انت عارف انا مين كويس؟ يجي ينغ البلد كلها تعرف اسمي، انا عمري ما اخسر ابدا، انا بدخل في اي مكان اطلع كسبان. تقصد ايه؟ كنت من البداية عينك على بنتي؟ فيضحك عليه تاني، اخيرا لقطتها يا نبيه، ما شاء الله 80 مليون اللي تبيع بنتك بيهم، بنتك تستاهل كنوز الدنيا. فيتعصب ننغ ويقوله فكين احسن لك، انا هربيك، لولا رجالتك كان زماني لحقت بنتي من ايدك يا عديم الشرف. فيقوله شرف؟ الشرف دي تبقى خالتك، مش ده عقد الدين بتاعك؟ بما انك طلعت اب حنين فجأة، هتختار بنتك ولا ال80 مليون؟ وهنا تصحى يويو اخيرا وتبقى خايفة عليه، لانه في نظرها فريسة لابوها، وتقول زمان ابويا هدده ومش بعيد يدخله السجن كمان، وتقوم تجري تلاقي ابوها مدخله وهو مربوط ويعمل فيها قطة غلبانة وعمال يتأسف شمال ويمين، وابوها وشه بيحمر ويقول انا هربيك، انت ضيعت مستقبل بنتي، انا هرميك في السجن وهعلمك الادب. ويبي يشاور له ان اداؤه تمام وهايل، ونفهم انهم بيمثلوا على يويو، والعبيطة بتدخل عليها التمثيلية ويصعب عليها كمان، وتقول له كفايه كده يا بابا، هو ملوش ذنب، انا كنت معاه بارادتي. فيتعصب ابوها ولسه هيضربها، يبرق له فيخاف ويقول انتي بتقولي ايه؟ وسمعتي اللي بقت على كل لسان. فيقول له احنا عملنا غلط ولازم نصلحه، ايه رأيك نتجوز؟ فتتصدم اكتر، جواز ايه؟ وابوها بيقول في سره يخرب بيتك، انت لسه بتفكري في حبيبك اللي سابك وسافر؟ البت بنت العبيطه دي هتضيع كل حاجه، انا لازم ازود الطين بله. ويقوم مديلها واحده، جواز ايه؟ انت مجنون، انا لا يمكن اسمح لبنتي تتجوز واحد زيك، انا مش هسمح بحاجه زي كده انها تكمل، انت هتكمل حياتك في السجن. فتقوم اخده يويو الجلاله وتقول لا لا انا موافقه، لا يمكن اسيبه يتسجن بسببي، خلاص خلاص يلا بينا نتجوز. فما يصدق الصايع وياخدها بالحضن ويقول لها نتجوز بكرة، وابوها فرحان ويستلم ال80 مليون، والمساعد بيقول له الرئيس بيبلغك تقفل بقك على الاخر ومحدش يعرف الاتفاق اللي ما بينكو. فيقول يا خسارة يا بنتي، المرة دي انا فعلا بعتك بس بالغالي صدقيني. في الوقت ده تبقى يو قاعدة مش عارفة اخرة الحوار المنيل ده ايه، وهي مش عارف هي ندمت على الجوازة ولا ايه، ويقول لها مالك يا يويو انتي مش عاوزة نتجوز؟ فتقول له لا ابدا، انت مالكش دعوه بالموضوع، لو مش مصدق يلا نروح نتجوز دلوقتي. فيقول لها بتتكلمي بجد؟ ويجروا يسجلوا اتفاق الجواز وهو بيبص لها كانها اعظم انتصاراته، ويفتكر وهو صغير وبلطجي مثبته وبيقلبه، لحد ما تشوفه يويو وتجري تلحقه وتفرج عليه الشارع كله، وتقول له ان انا طلبت لك الاسعاف. ومن اللحظه دي يبقى وقع في حبها من النظره الاولى، وهي ولا هنا. ويفوق ويقول مش مهم انك نسياني، ولا مهم ان انا لعبت عليكي عشان تبقي ملكي، المهم انك بقيتي مراتي اخيرا. وهي بتقول في سرها شكله غلبان واتمرمط كتير، مش هبقى انا والدنيا عليه اكيد. ويطلعوا الاتنين ايد في ايد، ويقول لها هروح اجهز لك شبكة وقايمة وكل اللي انت عاوزاه. فتقول له ليه ده كله؟ انا مش عاوزة حاجة. فيقول لها انا وفلوسي كلنا ليكي، وانت قولي بس. فتقول له ايه ده؟ انت ازاي طيب كده؟ وتحضنه وهو بيقول
لازم اعملها بطيبة واحساس وادلعها قدام الناس عشان تسامحني لما تعرف الحقيقة. في الوقت ده تظهر امي اللي قاعدة بتنقله بدل العروسة 5، وابوه بيتريق عليها: ايه يا حاجة انت عندك ابن واحد هتجوزي كل دول لمين؟ فتقول له: ماله يا حبيبي، هم يلاقوا زي ابني؟ ده الحيلة والدخيلة. يقول لها: اهدي يا حبيبتي، مش كده، ابنك معروف عنه انه قاسي وشرس، ده غير انه صايع وفلتان، مش ده اللي هتوافق على اي واحدة بسهولة. فتقول له: اخرس، انت بتتكلم ازاي عن ابني كده؟ يقول لها: اقول لك ايه، شكلنا هنعيش ونموت من غير ما نشوف حفيد بسبب حركاته الواد الفلتان ده. فتقوم ماسكه في زماره رقبته وتقول له: تف من بقك، ويتخانقوا. والخدامين داخلين محملين وشايلين اشكال والوان. فتقول لهم: ايه ده كله؟ يقولوا لها: دي هدايا مرات الرئيس الجديده. فتقول لهم: مرات مين يا حبيبتي؟ تقول لها: مرات الرئيسي الانسه يو ننغ. تقول لها: ايه، عيلة ننغ اللي ابوها مديون لابني ب80 مليون؟ هو ده انت بتتكلمي عن ده؟ تقول لها: بالظبط. فيغمى عليها من الصدمة. وجيانغ بيقول لها: فوقي فوقي، مش مهم هي مين، المهم الحفيد، شكلي اخيرا هعيش واشوفه. يا ابن ابني يا غالي، يا كتكوت جدك. فتقول له: كتكوت في عينك، ابني معمول له عمل اكيد. شاف فيها ايه المقشفة بنت المفلس دي؟ امسكها في ايدي بس وانا هقسمها نصين. ويويو مصدومة وتضحك وتقول: اهلا يا عمتي، هي مين المقشفة معلش؟ والعريس بيقول لها: عمتك ايه، قولي لها بابا وماما. وامه مولعه وهيجرى لها حاجه. وتقول: عامله كيوت بنت سلطح باشا. لكن جيانغ بتعجبه العروسه جدا، ويشاور لابنه لانه عرف ينقي حلو. لكن امه بتتفقع: هي مين دي اللي حلوه دي، شبه عصايه المقشه، مفكره نفسها عارضه ازياء. فتضحك يو وتقول لها: تسلمي لي يا ماما، بس انتي احلى اكيد. فتقول لها: انتي بتتريقي عليا؟ فيقول لهم: ايه، هدوا اللعب يا شباب، انتي اكيد تتمني لي الخير يا ماما، صح ولا ايه؟ فتقول له: ايه الخير في واحده مفلسه يا ابني، انا مش موافقه على الجوازه دي، ما تحلميش تبقي سيده البيت ده. فيقول لها: لا، هي بقت سيده البيت فعلا. ويطلع شهاده الجواز ويقول ان هما اتجوزوا خلاص، وان احترامها بنحترمه في البيت ده من هنا ورايح. وامه وابوه اخدين الصدمه، ويروح يجري يتاكد من الورق ويقول لها: بصي، ده عملها بجد، انا مش مصدق، ده انا هعمل لك حته فرح يحكي ويتحكى عنه البلد بحالها. وامه هتولع. ويسيبوهم ويمشوا. وهي بتقول: البت دي اغوى تبني ازاي، انا لا يمكن اسكت واسيب ابني يتسرق مني بالشكل ده، انا هربيك يا بنت ننغ. تطلع فوق تتصدم من اوضتها اللي متزينه بالورد والشمع. يقول لها انه كان عاوز يعوضها عن كل حاجه حصلت لانها حصلت بسرعه، ويعترف لها انها سحرته بجمالها، ويتقربوا من بعض برومانسيه. وامه وابوه بره بيتصنطوا عليهم. وابوه بيقول: سيبهم في حالهم يا وليه، حفيدي جاي في السكه خلاص. وتاني يوم الصبح يصحوا على صوت اغاني بتهز الفيلا. فيضحك ويفهم ان امه الغيره قتلاها، ويقول: نامي نامي يا قلبي، انا هنزل اقفلها واجي. وينزل يجري لامه ويديها كلمتين في جنابها، ويقول في سره: انا لازم اخليها تعشقني عشان لما تعرف الحقيقه ما تقدرش تستغنى عني. فتقول لامه: يا ابني دي ما بتحبكش، دي كانت دايره ورا حبيبها في كل بلد شكله ومش قادره تنساه. فيتعصب ويقول لها: بقى كده، ده انا لو مسكته همسحه من على وش الارض. ويمشي. وابوه فرحان بيه، وامه مش عارفه تطفشها ازاي. يطلع يديلها طبق شوربه ويقول لها تاكل، ويقول لها: لازم تاخدي بالك من نفسك من هنا ورايح. ويقعد جنبها ويلقط رساله في تليفونها، وتبقى من حبيبها القديم غو، اللي بيقول لها ان هو اخيرا رجع من السفر وعاوز يشوفها، ويشرح لها سبب اختفائه الفتره دي كلها. فيقوم مسح الرساله ويقول لها: بيبي، بقولك ايه، انا ورايا شغل مهم، عاوزك ترتاحي في البيت، خليكي مطيعة واسمعي كلامي تكسبي. فتقول في سرها: ده حساس قوي وشبه البسكوتة، اخاف عليه يخرج لوحده، اجيبها له ازاي دي؟ فتقوله: ما تاخدني معاك. يقول لها: خليكي مطيعة بدل ما عاقبك، عقابك هيبقى كبير. فتضحك وتقوله: خلاص يا زعيم. ويسيبها ويمشي. ويبان الزعيم الحساس وهو جايب غو مربوط ومتغمي، ويجرده هدومه ويعرفه كل حاجة عنه. وهو مصدوم: انت مين وعارف عني كل حاجة ازاي؟ فيقول له: عارف يونين، لو شفتك بتفكر تقرب منها تاني ولا حتى تكلمها هيبقى اخر يوم في عمرك يا عسل. فيقول: انت مين اصلا عشان تهددني، عامل نفسك حاجة وانت ولا حاجة؟ فيقول له: انا يي جيانغ، عرفت انا مين؟ فيضحك: مش معقول، زعيم يي؟ قول كده بقى، انت اللي ضحكت عليها واتفقت مع ابوها المؤامر عليها وهي هبلة مصدقاك، بس انا عارف سرك وقادر افضحك. في الوقت ده يرن عليها ابوها ويقول لها ان غو رجع وبيدور عليها،
وانه قال له انها اتجوزت خلاص ويا ريت يبعد عنها. فتقول له نهارك ابيض، هو فين دلوقتي؟ وليه ما كلمتنيش في اول ما عرفت ان هو وصل؟ فيقول لها معرفش، ويبقى غوبي يهدديه ان هي هتسيبه وتجيله هو، لان هو حب عمرها ومش بعيد تيجي تنتقم منك لما تعرف حقيقتك وحقيقة اللي انت عملته فيا دلوقتي. في الوقت ده تبقى يو بتجهز عدة الانتقام وتقول اخيرا لقيتك يا ابن الهرمة. الكل مفكر ان انا دايبة في دباديبك، لكن في الحقيقة انا نفسي اطبق في زمرة رقبتك يا حرامي يا نصاب. وتروح تجري لحد عنده وتقول لا استني يا يويو، ما ينفعش ندخل اكشن كده، مش هعرف اخد حقي. كله بالحنية بيفك، وتفتح الباب وهي بتقوله وحشتني يا سونسون، وياخد الصدمة انت ايه اللي جابك هنا؟ وهي وشها جايب الوان، يا عالكسفه اللي انت فيها يا حازم، واضح ان انا جيت في وقت مش مناسب. فيقول لها يعني بتدوري عليه فعلا؟ كل اللي سمعته عنك صح، شكلك طلعتي مش سالكه فعلا. وهي بتحاول تبرر وهو بيقول كنت عارف انك مش هتسيبيني ابدا، انت لازم تعرفي حقيقتي. يجي ينغ وهوب يديله برجله ويغمى عليه، ويقول لها جايه تدوري على حبيبك؟ عرفتي المكان ازاي؟ هو اللي قالك صح؟ وانا المغفل لهبل مش كده صح؟ لا لا استنى افهم بس. يقوم زقها على السرير ويقول لها انا هربيكي، عاوزه حبيب القلب يا قلبي، انا هربطك زيه واربيكي زي ما ربيته عشان تتعلمي الادب. تصحى الصبح وهي رايقة على الآخر، وهو عينيه بتطلع نار وشرار. فتقول له مالك بس؟ صدقني انا ما كنتش بدور عليه علشان بحبه، هو بس في موضوع ما بيننا كده وفي حاجة انت مش فاهمها، احنا هنتكلم بس في الموضوع ما يهمكش صدقني. فيقول لها هو لو في حد بتحبيه بس بينصب عليكي وعرفتي ده هتعملي ايه؟ فتقول في سرها نهار اسود، هو عرف ان ابويا نصاب وعامل عليه حوار علشان يستغله؟ يا ليلة سوحة. وتقول له ابدا هسامحه ويمكن ما يقصدش، وما يبقاش مصدقها وتطلب منه تروح تقابل غول وحدها عشان تخلص الموضوع اللي ما بينهم. فيقول لها مقابل ايه؟ فتتقرب منه والصبح تروح لغو اللي بيبقى متربط ومفكرها جاية تلحقه، ويقول لها ايه مش بس بيضحك عليكي، ده كمان عاوز يخلص مني. فتقول له لا مش هو اللي عاوز يخلص منك، انا اللي عاوز اخلص منك. فيقول لها ازاي يعني؟ انت بتقولي ايه؟ تقول له يا حيوان يا حرامي، ويجي يسمعهم من بره وفرحان وهي نازله في تهزيق وضرب. وتقول له اياك تظهر قصادي تاني ولا قصاد جوزي تاني ولا تجيب سيرته حتى، صدقني هرميك في السجن لو فكرت تقع في طريقي. ويبقى ايه مستغرب ان البسكوته اللي معاه طلعت مش سهله وب100 راجل وقادره تاخد حقها. يجي له المساعد يقول له رئيس احنا لقينا حاجه غريبه قوي في شنطه السيده يويو، ويلاقي حبل وصاعق وعده خطف وتهديد كامله. فيضحك ويبقى فرحان بيها اكتر. واول ما تيجي تجري ايه ده شنطتي، هو انت فتحتها؟ يقول لها لا طبعا اشمعنى، هي فيها حاجه مهمه المفروض اشوفها؟ تقول له لا لا ابدا. والمساعد بيضحك عليهم وهم بيمثلوا على بعض دول البراءه وهم قتالين قتله. في الوقت ده يبقى ننغ في بيت جينغ وحماتها مش مبطله تريقه عليه وعلى بنته، وهو عايز يعرف بنته راحت لغوه ولا لا، وخايف لا تضيع عريس الغفله منها. وحماتها بتقول الا بنتك مختفيه فين من الصبح؟ عارف لو طلعت بتخون ابني ده انا همسكها اغسلها وانشرها واعلقها واربيها واسوي واعمل. وننغي ركبه بتخبط في بعض ومش قادر ياخد نفسه من الخوف، وخلاص فاضل له تكه ويقر على كل حاجه. فتوصل يو تقفل بقه في اخر لحظه. فتقول لها مالك يا بت، انتي وابوكي مخبيني، انتي كنت فين؟ تقول لها ابدا. ويدخل يو ويقول كانت معايا وكله تمام. فيطمن ننغ ويقول كنت هضيعهم، كويس ان هم لحقوني. وحماتها مش مستريحة وتقول ماشي، لولا ان ابوكي مستعجل كنت عزمته على الغدا. يقول لها مين ده اللي مستعجل؟ انا؟ لا انا مش همشي الا لما اكل. ويبقوا هيفرسوها هما الاتنين، تعمل سفرة محترمة وما يهونش عليهم حتى يدوقوها من الأكل. وتطلع بعدها يويو وتشكرها على كل حاجة وتقول لها إنها زي بنتها طبعا ونفسها في الإسورة اللي في إيديها. فتقول لها طبعا بنتي وتبقى بتتريق عليها، لكن يويو بتستهبل وتاخد الإسورة وتقوم تقلبها في مجوهراتها كمان، وتبقى حماتها نفسها تخلص منها بأي طريقة، خاصة إنها بتسمع أبوها بيتحايل عليها تجيب له فلوس من وتقول انا كنت عارفة ان هم داخلين على طمع وعايزين يقلبوا ابني، انا هربيها وهخليه ينساها الزفتة دي. وتجيب له مجموعة موديلز يدخلوا يغووه، فيتجنن لما يشوفهم ويطردهم برا الأوضة ويقول ايه القرف ده، معقول يويو اتجننت بعتلي دول علشان ادي ابوها شوية فلوس بدل ما تيجي هي تطلبهم مني؟ وتشوفهم يويو وتقول ايه ده انتوا بتعملوا ايه هنا؟ يقولوا لها ان في حد طلب مننا نغوي الرئيس اللي فوق ده. فتقول نهار ابيض ابويا ده مش هيبطل مقلبه ابدا، ده انا هربيه. وتديلهم فلوس يروحوا يغووا اللي بعتهم.
فيجروا على أوضة جيانغ ومراته تطلع تجري وراه الصبح ويو بتضحك عليهم. لكن الرومانسية والهدوء ما ينفعش يكمل كده، بيستلف أبوها مبلغ من واحد، ووقت السداد طبعا بيحاول يهرب، لكنهم بيجيبوه من قفاه، ولما يشد عليه وما يرضاش يساعده فيقرر يفتن على كل حاجة، ويقول ليو الحياة كلها من طقطق لسلام عليكم، وانه من الأول للآخر اللي حصل كان من تخطيطي، وانه مش غلبان زي ما هي فاهمة، بالعكس ده زعيم عصابة شرس ومهووس. فتخاف يو منه وتزعل من كم الكذب اللي اتكذب عليها، وتبقى عاوزة تسيبه وتمشي، لكنه بيقفل عليها ويتقرب منها زي المجنون، ويقول لها ان ما بقتش خلاص تنفع تسيبه، وانه ناوي يحبسها ويجبرها تفضل جنبه لحد ما تحبه. وتبقى هي خايفة منه ومن طريقته الغريبة فجأة، وحاسة انها اتخدعت فيه طول الوقت ده. ولو وصلتوا لهنا يا حلوين ما تنسوش تدعموني باللايك الجميل والكومنت الاجمل، وتكتبوا لي بتتابعوني من انهي بلد، واكتبوا لي كمان نفسكم الخص لكم مسلسلات ايه. وما تنسوش كمان تاخدوا لكم لفه في صفحه الفيس، هتلاقوا مسلسلات جديده وجميله هناك. وقبل ما نكمل ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله ونكمل. تصحى الصبح وهي مش طايقه نفسها ومش طايقه انها تشوفه، وتقرر تمشي وتسيب له البيت. تطلع تلاقي رجالته واقفين على باب الاوضه ومنعينها تخرج حتى، ويبقى سجنها رسمي وظهر على حقيقته اخيرا ووراها وشه الحقيقي. تدخل وهي مش طايقاه، تلاقي ابوها بينده عليها من الشباك ويقول لها ان هو مركب لها حبل عشان تنزل عليه ويهربها من القصر، ويقعد يسخنها عليه، ويقول لها انه كان بيحاول يشتركي من البداية، وان انا غلبان وقعت في فخه، هو اللي كان مخطط لكل حاجة. المرة دي اسمعي كلام ابوكي بقى، هتكسبي الشهد، خلينا اطلقك واخد النفقة والمهر. فتقول له لا انا مش هتطلق، انا راجعة الفيلا. يقول لها استني هنا، ده كان حبسك فيها، انت مجنونة. تقول له حبس ايه، انت مصدق نفسك؟ ده كان بيرخم عليا مش اكتر. واسمع اما اقولك، انا سمعت كلامك مرة ومش هكررها تاني، لانك قص المصايب كلها صدقني، وتسيبه وتمشي. يتبلغ ليه انها هربت من القصر ويتجنن. معقول بعد ده كله مفيش في قلبها ذرة حب ليا خالص؟ اخص عليك يا يويو. ويجري يدور عليها، وتبقى هي بتحاول تلاقي مواصلة بأي طريقة قبل ما يكتشف انها هربت. وفعلا توقف شاب بموتوسيكل وتطلب يوصلها لحد الشركة. توصل ويتغاظ لما يشوفها معاه ويقول هو مين ده؟ فتقول له ابدا كان بيوصلني. فجين يقول انت اللي مين؟ تقول له ده جوزي. ويعمل كأنه يعرفها ويخليه يحس بقيمتها ويغير عليها، ويقول اياك تقابلي تاني. تقول له انا معرفوش اصلا. وبالليل يقعدوا يتحاسبوا، ويقول لها بقى كده يا هانم هربانة؟ تقول له بقى انا اللي هربانة وانت اللي حابسني ومعيشني في وهم وعامل نفسك البريء الغلبان اللي وقعت في فخ ابويا يا حرام. وقالب ايه، انا العبيطة صدقتك وخفت تتسجن، اتارك مخطط لكل حاجة ومدور الموضوع من الاول، وانا اللي وقعت في شباكك مش العكس. بس خلاص كفاية كده، كل واحد يروح لحاله احسن. فيقول لها استني بس، مالك فتحت فيا زي البابور كده ليه؟ انا مش وحش للدرجة دي، انا كنت زيك صدقيني متخدر في الليلة دي، وما كنتش اعرف اي حاجة عن الموضوع. الموضوع وما فيه ان انا خفت من الفضيحة، واتفقت مع ابوك اديله فلوسه ونتجوز. فتقول له ده بجد؟ يقول لها صدقيني. فتقول في سرها كده يا بابا لسه بتكذب عليا وبتحور، كنت عارفة انك مش سهل. وتقول خلاص صعبت عليا، مصدقاك مش هسيبك. وهو بيقول في سره انا اعمل المستحيل، ولا ان انا ارجع اعيش ثانية تانية من غيرك يا روح القلب. وبعد اليوم ده تدخل يو مع الشركة، وتبدأ الغيرة عليه من الموظفات هناك، وتبقى بتعمل مشكلة كل شوية. لكن في الحقيقة يي بيبقى متمزج وفرحان انها مش بس بتحبه، دي كمان بتغير عليه، ويسيبها تعمل كل اللي هي عاوزاه براحتها. الجميل يعمل ما بداله ومن حقه يتدلع، لكن لكل دلع حدود. والرئيس اللي نعرفه شرس وما يسمحش لحد يقرب من حبيبته، عشان كده يتجنن على الاخر لما يشوفها بتتقرب من واحد زميلها، ويبقى نفس الشاب اللي وصلها قبل كده، ويعمل نفسه هادي على الاخر، ويقول لها تروح العربية لانه تعبان وهيجي وراها. ويقوم ماسك جين مديله حتة علقة عشان يبعدوا عنها وما يفكرش يشوفها تاني، ويطلع يعمل نفسه تعبان ويتحجز في المستشفى. والعبيطة مصدقاه وقلقانة عليه، والدكتور ماسك التقرير ومش عارف يقول ايه. الواد زي الحصان قصاده، ده في صحة اكتر منه، وعمال يبرق ويتنح وهي خايفة. ماله يا دكتور طمني؟
قولي ايا يكن في ايه، انا هقدر استحمل الصدمة. ويا عمال يبرق له من تحت لتحت عشان ما يلبخش الدنيا ويبوظ الخطة كلها. فيقول لها ابدا يا مدام اطمني، جوزك ناقصه شوية فيتامينات وراحة مش اكتر. فتقول له بجد انا اترعبت عليه. طيب كويس. وما يصدق يسوق فيها ويتدلع ويقول لها تفضل جنبه وانه عاوزها معاها طول الوقت وانها علاجه الحقيقي. طب ما الراجل طلع تعبان اهو. وهنا تطلب منه يويو انها تبدأ شغل، فيقول لها موافق بشرط تشتغلي في شركتي، هتبقي من فريق التصميم. فتتضايق وبعدين تشرط عليه تشتغل من غير ما حد يعرف انها مراته ومش عاوزة اي معاملة خاصة. فيقول لها اكيد امال. وتمشي تروح تحضر نفسها وهو يرن على مديرة الإدارة يبلغها ان مراته جاية تشتغل في فريق التصميم وعاوز الكل ياخد باله منها وتاخد مرتب 3 أضعاف العادي. ويضحك ويقول كده محدش هيعرف حاجة ومفيش تفرقة اهو. وهي تروح الشركة بكل حماس والكل مستني يتعرف عليها ويبارك لها وياخد صفها بقى، ما هي مرات الرئيس. لكن الصدفة بتخلي بنوتة تانية جاية تشتغل في نفس الوقت، تبقى لابسة شيك وغالي عشان تتقبل في الوظيفة. فالكل يفكرها هي ويكرفوا اليويو خالص. مش بس كده، دول كمان بيتريقوا عليها ويعملوها وحش. وفي المقابل بيبقوا شايلين التانية شيل من على الأرض. ويويو هتتجنن اشمعنى كده لحد ما تعرف ان هم مفكرين انها مرات الرئيس وانه كان مبلغهم، وتروح تقفشيه اللي بينده عليهم ويطرد المديرة والبنت اللي عملت نفسها مراته وكل اللي ضايق يويو، ويتأسف لها ويوعدها انها اخر مرة. فتقول له تاني هصدقك تاني. يقول لها تاني وتالت والاخر العمر يا يويو. فتضحك وتقول له معاك لاخر لحظة. وعلى هنا يخلص مسلسلنا. اتمنى يكون الملخص عجبكم. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار لما انزل ملخص جديد. وما تنسوش اللايك الجميل والكومنت الاجمل. واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.